أنت مو طيب، أنت ضعيف. إيه، خليني أكون صريح معك. لما حدا يهينك وتسكت، لما حدا يتجاوز حدوده وتسكت، لما حدا يجرحك وتقول ماشي عادي، هذا مو أخلاق، هذا خوف. وإنت سميته طيبة، بس هو ضعف. خليني أسألك سؤال، ليش تسكت؟ من شان تحافظ على العلاقة؟ طيب خلينا نكون واقعيين. العلاقة اللي تحتاجك تسكت من شان تستمر هي علاقة ميتة من الأساس. أنت ما عم بتحافظ عليها، أنت عم بتأجل نهايتها. كل مرة تسكت فيها أنت ما عم بتحل المشكلة، أنت تعطي الطرف الثاني إذن إنه يكمل، وبعدين تستغرب ليش نفس الشخص يعيدها. لأنه ببساطة شافك ما عندك حدود. وهون المشكلة الحقيقية، مو الناس. المشكلة إنك ما تعرف تحط حدود. بس انتبه، الحدود مو وقاحة، الحدود يساوي احترام. لما تقول هذا الشي ما يناسبني، انت ما بتهين حدا، انت عم تحمي نفسك. بس الخوف وين؟ الخوف من الرفض، الخوف إنه تخسر الشخص، الخوف إنه تصير لحالك، فبتختار السكوت. بس الحقيقة القاسية، انت هيك رح تخسره على كل حال، بس بعد ما تكون انت انكسرت. طيب شو الحل؟ مو إنك تصير عصبي ولا إنك تهاجم. الحل إنك تكون واضح، هادئ بس حازم، تحكي بدون خوف. لأنه ببساطة اللي يحترمك رح يحترم حدودك، واللي بيزعل منك لأنك حميت نفسك هذا ما كان مناسب إلك من البداية. طيب خلينا نروح لمستوى أعمق شوي. ليش أصلاً بتخاف؟ ليش مجرد موقف بسيط بخليك تتوتر كأنك داخل حرب؟ لأنك عم بتفكر بالنتيجة. شو رح يصير؟ شو رح يقول؟ شو لو خسرته؟ وهون تبدأ المشكلة. أنت عايش في المستقبل وخايف من شي لسه ما صار. طيب اسمع هاي الفكرة، الخوف طبيعي، بس في نوعين خوف يوقفك وخوف يدفعك. شو الفرق بينهم؟ الفرق إنك تكون ضامن النتيجة أو لأ. خليني أبسطها لك. ليش الناس تركب ألعاب خطيرة؟ ليش تدفع فلوس عشان تخاف؟ لأنه جواتها واثقة إنها ما رح تموت، عارفة النتيجة. فمشان هيك الخوف بيتحول لحماس. طيب تخيل معي لو أنت وثقت إنه أي نتيجة تصير معك فيها خير إلك، شو بيصير؟ الخوف يخف، مو لأنه اختفى، بس لأنه صار تحت السيطرة. هون توصل لشي مهم جداً. الثقة مو بنفسك، بس الثقة إنك تسوي اللي عليك والباقي مو بإيدك. وهذا مو ضعف، هذا وعي. لأنك بالنهاية مهما خططت ومهما فكرت في أشياء أكبر منك. فلما تفهم هالشي بتصير تحكي بدون خوف، تحط حدود بدون توتر، تعيش بدون ما كل موقف يهزك، لأنك ببساطة سويت اللي عليك والباقي خليه يمشي. خليني أسألك بصراحة، أنت اليوم عم تسكت لأنك إنسان محترم ولا لأنك خايف تواجه؟ فكر فيها يا صديقي. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. لو حبيت المحتوى، اشتراكك مهم بالنسبة إلي. شكراً كتير إلك.